انيسي البحث عن محمد المغربي او كارا بشكل جميل جدا. نادر كارا يمر، فرصة الآن، فرصة الهدف، هو الهدف أول الأهداف بشكل رائع جدا. لمسة فنان بشكل جميل جدا. اللاعب محمد المغربي يعلن عن أول الأهداف. هنا فرحة الجماهير الأهلاوية بأول الأهداف لمصلحة فريق الأهلي. إذا لمسة بشكل رائع جدا. سنتابع الإعادة من محمد المغربي، يعلن عن أول الأهداف في اللقاء في الدقيقة 38 من أحداث الشوط الأول. إذن يفتتح النتيجة فريق الأهلي. تابعنا الدقائق الماضية، أخطر فريق الأهلي، حاول في أكثر من فرصة للتسجيل، والآن تتيح الفرصة أمام اللاعب محمد المغربي ليلعب الكرة مباشرة تحت حارس المرمى عبد اللطيف رحيل ليعلن عن أول أهداف اللقاء. إذن هدف مقابل لا شيء. إذن هنا نشاهد الإعادة، الانطلاقة، التمريرة كانت رائعة جدا من نادر كارا، واللمسة بشكل رائع بروعة اللاعب محمد المغربي في المرمى. هنا نشاهد الإعادة، نادر كارا هي الأولى، نعم الأولى كانت من نادر كارا، اللمسة والأحلى نصف الهدف كان من نادر كارا، والنصف الآخر كان من محمد المغربي. لأن اقتسما الهدف كارا ومحمد المغربي. كرة ملعوبة، المغربي لحظة خروج حارس المرمى عبد اللطيف رحيل لعب الكرة مباشرة نحو المرمى ليعلن عن المصراتي. زغب والمصراتي نقلات الآن لصالح مصلحة فريق الأهلي طرابلس. البحث عن زغب ينطلق فرصة الهدف، والهدف الثاني بكل روعة. تسديدة قوية جدا من اللاعب أنيس زغب ليعلن عن الهدف الثاني. لاحت والعديد من الفرص لفريق الأهلي بطرابلس للتسجيل، والآن تلوح فرصة للاعب أنيس زغب وحيدا أمام الحارس عبد اللطيف رحيل ليعلن عن الهدف الثاني لمصلحة فريق الأهلي بطرابلس. إذن هدفين مقابل شيء. إذن هدفين هنا الجماهير المتابعة الحاضرة لمساندة فريق الأهلي بطرابلس في هذا اللقاء. هدفين مقابل شيء. الهدف جاء في الدقيقة 29 من أحداث الشوط الثاني. إذن أنيس زغب يعلن عن الهدف الثاني لمصلحة فريق الأهلي. هنا نشاهد الإعادة، لم تكن التغطية بالشكل المناسب، التسديدة القوية عاجز عن صدها عبد اللطيف رحيل لتجد طريقها إلى الشباك. هنا نشاهد الإعادة، لم يكن في المكان المناسب المدافع عبد السلام محمود، وحيدا أنيس زغب أمام الحارس عبد اللطيف رحيل لم يتوانى من إيداع الكرة في الشباك ليعلن عن ثاني أهداف اللقاء. إذن